نكمل الدرس ان شاء الله. ناخد الاقاليم المعتدلة الدفيئة، ودي بتمتد بين دائرتي عرض 30 ل 45 شمالا وجنوبا. اولها اقليم مناخ البحر المتوسط، وده بيقع في العروض المعتدلة غرب القارات ما بين دائرتي عرض 30 ل 45 شمال وجنوب دائرة الاستواء. بيوجد في قارات ايه؟ اولا قارة افريقيا على السواحل الشمالية للقارة في دول المغرب العربي والجبل الاخضر بليبيا. في اسيا على سواحل بلاد الشام وتركيا. في اوروبا على السواحل الجنوبية المطلة على البحر المتوسط. امريكا الشمالية في غرب في ولاية كاليفورنيا. في امريكا الجنوبية الساحل الاوسط في شيلي. استراليا في جنوب غرب القارة. طيب الخصائص المناخية لاقليم البحر المتوسط ايه؟ اولا ارتفاع درجة الحرارة خلال شهور الصيف، انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء او الدفء مع سقوط الامطار. طيب الخصائص النباتية اللي ممكن تنمو في الاقليم البحر المتوسط، اولا غابات البحر المتوسط او اشجار البحر المتوسط او شجيرات البحر المتوسط او الغابات المعتدلة. كل دي اسماء لحاجة واحدة، وهي اشجار بتنمو في اقليم البحر المتوسط، ودي اشجار دائمة الخضرة. اهم اشجارها الزيتون والبلوط الفليني والارز اللي اتخذته لبنان شعارا لعلمه. بتنمو فيه كمان نوع تاني من النبات الطبيعي هو الحشائش، وهي الحشائش المعتدلة او حشائش الاستبس، ودي حشائش قصيرة بتستغل كمراعي طبيعية لتربية الثروة الحيوانية زي الماعز والاغنام والماشية، وبتعرف في امريكا الشمالية باسم حشائش البراري. ده بالنسبة لاقليم البحر المتوسط. طيب نيجي للاقليم التاني في الاقاليم المعتدلة الدفيئة، وهو اقليم مناخ المعتدل الدافئ شرق القارات الصيني، وده برضه من 30 ل 45 شمال وجنوب خط الاستواء، بس ده شرق القارات. اما اقليم البحر المتوسط فبيقع غرب القارات. طيب بيوجد في قارات ايه؟ بيوجد في اسيا في جنوب شرق اسيا وشرق الصين، في امريكا الشمالية في جنوب شرق القارة، في امريكا الجنوبية في جنوب شرق القارة. طيب الخصائص المناخية للاقليم ده ايه؟ بترتفع درجة الحرارة في فصل الصيف، بتنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء، والامطار طول العام، يعني طول السنة بتمطر، بس بتزيد اكتر في فصل الصيف. ليه؟ قال لي لانه بيتعرض لعواصف مدارية مدمرة اسمها عواصف التيفون، ودي بتتعرض ليها جزر الفلبين وجنوب الصين والمناطق المجاورة ليه، ودي عواصف بتشبه عواصف الهوريكين اللي بتحب على البحر الكاريبي في المحيط الأطلنطي، بتدمر المناطق الساحلية اللي بتهب عليه. طيب النباتات اللي بتنمو فيه، عندي نوعين من النباتات. الغابات هي غابات الإقليم الصيني اللي بتنمو بسبب غزارة الأمطار طول العام، أهم أشجارها الصفصاف والبلوط، ودي غابات دائمة الخضرة بسبب الأمطار الغزيرة طول العام. معاها حشائش معتدلة وهي حشائش الاستبس اللي قلنا بتستخدم كمراعي طبيعية لتربية الثروة الحيوانية. ده الإقليم الثاني. طب والاقليم الثالث هو مناخ الصحاري المعتدلة، وده بيوجد داخل القارات مكان الصحاري الحارة اللي موجودة في الاقاليم المناخية الحارة، وده بيوجد من 30 ل 45 شمال وجنوب خط الاستواء، موجود في هضاب غرب امريكا الشمالية، في وسط اسيا، في هضبة باتاجونيا بجنوب قارة امريكا الجنوبية. بس الاقليم ده يا ولاد ما بيظهرش لا في قارة افريقيا ولا في قارة استراليا. ليه؟ لان الاتنين امتداد القارتين جنوبا ما بيوصلش لامتداد اقليم الصحاري المعتدلة. طيب هنا عندي الخصائص المناخية بتاعته ايه؟ قال لي قلة الامطار وبتسقط في فصل الصيف بس، اما الشتاء جاف شديد البرودة وبيسقط فيه الجليد. طب النباتات، قال لي نباتات عشبية بتزدهر في فصل الصيف بس. طيب والحيوانات، قال لي الاغنام والماعز، لان هي اللي بتستحمل المناخ الصعب للاقاليم الصحاري. تعال نشوف كده مناخ البحر المتوسط اللي لونه احمر، قلنا موجود في شمال قارة افريقيا اهوت، في جنوب قارة اوروبا، شرق هنا
موجود اهو في غرب قارة اسيا في منطقة تركيا والشام. موجود في جنوب غرب امريكا استراليا. موجود في جنوب غرب امريكا الجنوبية. موجود في اقليم كاليفورنيا في امريكا الشمالية. ده بالنسبة لمناخ اقليم البحر المتوسط. طيب المعتدل شرق القارات الصيني قلنا موجود في جنوب شرق اسيا وفي الصين. موجود في جنوب شرق استراليا. موجود في اقصى جنوب شرق افريقيا. موجود في جنوب شرق امريكا الجنوبية وجنوب شرق امريكا الشمالية. ده بالنسبة لاقليم البحر المتوسط وشرق القارات المعتدل الدافئ الصيني. طيب نيجي بقى للاقاليم المعتدلة الباردة. عندي فيها 3 اقاليم. الاقاليم دي كلها بتمتد ما بين دائرتي عرض من 45 ل 60 شمال وجنوب خط الاستواء. اولها اقليم مناخ غرب اوروبا، وده بيقع غرب القارات زي اقليم البحر المتوسط بالظبط، بس ده فوقه اقليم البحر المتوسط اخره 45. ده اوله 45 واخره 60 شمال وجنوب خط الاستواء. طب موجود فين؟ الموجود في قارة اوروبا، في شمال غربها في بريطانيا وشمال غرب فرنسا والنرويج. موجود في امريكا الشمالية في شمال غرب امريكا الشمالية، في امريكا الجنوبية في اقصى جنوب غرب امريكا الجنوبية. طيب الخصائص المناخية ايه؟ دافئ في فصل الصيف، بارد في فصل الشتاء، والامطار طول العام. خاصة بقى بتزيد امتى؟ في فصل الشيف والخريف. طب والشتاء والخريف بتزيد فيه الامطار ليه؟ اقول له بسبب تعرض هذا المكان او هذا الاقليم للرياح العكسية الغربية الممطرة اللي بتأتي من المحيط. دي اللي بتتسبب في غزارة الامطار في فصل الشتاء والخريف. طيب النباتات اللي بتنمو فيه قال لي فيه الغابات النفضية. طب يعني ايه؟ ليه سميت بالغابات النفضية؟ قل له لانها بتيجي في فصل الشتاء بتنفض كل اوراقها بسبب شدة البرودة. طب اهم اشجارها اشجار الزان. ده بالنسبة للاقليم مناخ غرب اوروبا. نيجي للاقليم الثاني هو المعتدل البارد شرق القارات اللورانسي، اللي بيقع فوق المعتدل الدافئ شرق القارات الصيني. لك هو بينتهي عند 45، اما دوت بيبدأ من 45 ل 60 شمالا وجنوبا. طب موجود فين؟ قال لي موجود في شمال شرق امريكا الشمالية. موجود في شمال شرق الصين وكوريا وشمال شرق اليابان. الاقليم ده خصائصه المناخية ايه؟ قال لي معتدل في الصيف، بارد في الشتاء، والامطار طول العام وبتزيد اكتر في فصل الصيف. طيب الخصائص النباتية بتاعته بينمو في الغابات المخروطية. طب ليه سميت بالغابات المخروطية؟ قل له لان اشجارها بتاخذ الشكل المخروطي حتى لا يتراكم عليها الجليد بسبب شدة البرودة وسقوط الجليد. طب من اهم اشجارها الصنوبر والسربين. طيب الحيوانات اللي ممكن تعيش في الاقليم المعتدل شرق القارات الصيني اللورانسي، او الحيوانات ذات الفراء الكثيف زي الدب القطبي. الثالث هو الاقليم المناخ القاري البارد، وده بيقع وسط وداخل القارات مكان الصحاري المعتدلة والصحاري الحارة، وده بيكاد يختفي تماما في نصف الكرة الجنوبي بسبب صغر مساحة اليابس في نصف الكرة الجنوبي. وده موجود في امريكا الشمالية في شمال وسطها، في اسيا في شمال شرق اسيا، موجود في اوروبا في شمال وشرق اوروبا. طيب الخصائص المناخية بتاعته الصيف قصير، الشتاء طويل شديد البرودة بيسقط فيه الجليد، الامطار قليلة بتسقط في فصل الصيف. النباتات اللي بتنمو فيه عبارة عن حشائش قليلة قصيرة بتنمو حيث تسقط الامطار. طب والحيوانات؟ قال لي الدب القطبي لانه لازم يكون حيوان ذا فراء كثيف عشان يحتمل شدة البرودة وسقوط الجليد. ده في الاقليم القاري البارد. تعال نشوف بقى على الخريطة مناخ غرب اوروبا اللي لونه اخضر ده، قلنا موجود في غرب القارات. موجود اهو في شمال غرب اوروبا، موجود في شمال غرب امريكا الشمالية، في اقصى جنوب امريكا جنوب غرب امريكا الجنوبية. ده بالنسبة لمناخ غرب اوروبا. طيب
المناخ المعتدل البارد شرق القارات اللورانسي زي ما احنا قلنا، ادي شمال شرق اليابان وادي كوريا وشمال شرق الصين موجود في شمال شرق امريكا الشمالية. ده بالنسبة للاقليم المعتدل البارد شرق القارات الصيني. نيجي بعد كده للاقاليم الباردة، والاقاليم الباردة دي يا ولاد بتمتد ما بين دائرتي عرض 60 ل 90 شمالا وجنوبا، يعني من اول الدائرة القطبية الشمالية للقطب الشمالي ومن الدائرة القطبية الجنوبية للقطب الجنوبي. بيسمى اول اقليم فيهم هو اقليم التندرا البارد، وده بيوجد في المناطق القطبية المتجمدة اللي بتبدأ من الدائرتين وحتى القطبين. طب موجود فين؟ قال لي في امريكا الجنوبية وفي بعض الجزر الموجودة في المحيط المتجمد الجنوبي، في اسيا شمال اسيا للاجزاء القطبية وشمال سيبيريا، في اوروبا في شمال قارة اوروبا، امريكا الشمالية في شمال كندا، انتاركتيكا اللي هي القارة القطبية الجنوبية ودي بتقع بالكامل في القطب الجنوبي ودي متجمدة طول العام. طيب خصائصه المناخية: الصيف قصير، الشتاء طويل شديد، البرودة مع تساقط الجليد. طيب الأمطار بتسقط في فصل الصيف لكنها قليلة جدا. طيب خصائصه النباتية: النباتات الوحيدة اللي بتطلع فيه هي طحالب سريعة النمو، بتطلع في فصل الصيف أثناء ذوبان الجليد، وبعد ما يبدأ الشتاء بمجرد ما يبدأ الشتاء ويسقط الجليد بتموت الطحالب دي وبتنتهي لحد الصيف الجديد. طب الحيوانات اللي ممكن تعيش فيه: قال الدب القطبي او حيوان الرنة اللي هي الحيوانات ذات الفراء الكثيف اللي يقدر يحميها من شدة البرودة. في مدينة في اسيا سجلت اقل درجة حرارة في العالم اسمها فرخويانسك شرق روسيا في قارة اسيا، وصلت فيها درجة الحرارة ل50 درجة تحت الصفر. تخيل شدة البرودة تبقى عاملة ازاي في 50 درجة تحت الصفر. نيجي لاخر اقليم هو اقليم المناخ الجبلي، وده موجود فوق القمم والمنحدرات العليا للمناطق الجبلية شديدة الارتفاع. دوت مناخ شديد البرودة وكثيرا ما تغطي القمم الجبلية بالجليد طول العام، لان ما عندوش لا صيف ولا شتاء، عنده شتاء طول السنة. بسبب ايه؟ اقول له بسبب عامل الارتفاع، لان احنا عارفين من كل ما ارتفعنا 150 متر عن سطح البحر بتقيس درجة الحرارة درجة واحد. شوف بقى لما يبقى الارتفاع 4000 و 3000 متر هتبقى درجة الحرارة كام؟ طبيعي ان يتكون عليه الجليد فوق قمم الجبال. طيب موجود فين؟ قال لي موجود في كل قارات العالم طالما بتوجد جبال شديدة الارتفاع، زي اقول له جبال الهيمالايا في اسيا، جبال روكي في امريكا الشمالية، جبال الانديز في امريكا الجنوبية. عندك في قارة افريقيا جبال اطلس وكينيا وكليمانجارو اللي موجودين في المنطقة الاستوائية، ومع ذلك بيتكون فوق منهم الجليد بسبب شدة الارتفاع. في اوروبا في جبال الألب الدينارية بشبه جزيرة البلقان. ولما اتكلمنا عن تضاريس اوروبا لو تفتكروا قلنا ان جبال الألب دي بيتكون عليها الجليد في فصل الشتاء بسبب شدة الارتفاع. طيب النباتات اللي ممكن تطلع، قال لي النباتات بتتنوع طبقا لارتفاع السطح وكمية الامطار. وكده الدرس خلص، واتمنى يكون ان شاء الله اتفهم. واللي بيدخل قناتي لأول مرة يفعل الجرس ويشترك في القناة عشان يوصلوا الدروس الجديدة. ولو في اي حاجة مش مفهومة او اي حاجة عايزينها ممكن تسيبولي في التعليقات في القناة وانا ان شاء الله هرد عليه. سلام عليكم. دي الخريطة بتاعت الاقليم البارد، ادي القار البارد اللي لونه بمبا فاتح دوت اهو في وسط وشمال اوروبا واسيا وامريكا الشمالية. اما مناخ التندرة البارد هو اللي لونه بنفسجي ده زي ما احنا شايفين، ادي شمال كندا في امريكا الشمالية، وادي شمال اسيا ومنطقة سيبيريا، وهنا القارة القطبية الجنوبية. اما المناخ الجبلي زي ما احنا شايفين، ادي جبال الانديز في امريكا الجنوبية، جبال روكي في امريكا الشمالية،
جبال أطلس في كينيا وكليمانجارو في أفريقيا، جبال الألب الدينارية في شبه جزيرة البركان في قارة أوروبا، وجبال الهيمالايا اللي واخدة وسط قارة آسيا اللي هي شديدة الارتفاع. كده الدرس خلص، واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي بإذن الله. ده النص التاني.